فيديو باي برماشي اثوالا نغذا بصخته بعدي بطبعت كتاب كساوة قديشة العهد الجديد كساوة قديشة دي الطبيعة بلشانة سوريالي وطبعة خليثة كلش. وهذه مبادرة يبقى توجه انه دا مقوخ لشان سوريايا دا ناشن وتايلا امل وخاي انه ببياشن باني دكواثن الماء قديبا مع اليوثيه مور بن دكتوس يونون بيث حنو ريش ابسقوبي دموصل ودحذوريه سوريويه كاثوليقويه روم يقورو خور ابسقوبو فارس بيث تمس مهديونو ومدبرونو مور بولوس تشمشوثو ايتونيوثو روم يقورو خور ابسقوبي وكهنة ميقري أرحاين ميقري أحوثو ديريوثو ميقروثو تحيث نهري دؤوثو ايوانجيلويتو شروغوي ملثو خرغلاي ونهرو لجبيلاي وبرعيوثيه المور بن دكتوس يونون دبيث حنو ريش ابسقوبي موصل ودحذوريه سوريويه كاثوليقويه ثوبو قاديشو دياتيقي حذاثو بليشونو سوريويو بلعزو معرفويو ثوبنويو وفولوجيه عال مطيبه شينو وبشلومو خون هوشو عام قودو بغدادي سوريويتو وزمي روثو سوريويوثو ومشمشونيثو أنسام فيليب بيث هدايا فقودون. مولو
تودي ساقي أحاي حبيبين هادومي دقودو بغدادي سوريتو. ظنبذا عن هذا جوق مؤسسة التاريخ 4 برخة تشقى 2024 بدعم وبرعاية مباشرة من لدن سيادة المطران مار بندكتس يونان حنو، بإرشاد الأب اسطيفانوس الكاتب، وتنسيق المتحدث الشماس الإنجيلي عصام ياكو، وتعليم الشماسة أنسام فيليب، وبمعاونة السيدة أسماء شمعون. فتحينان موتفو دحثوم كثوبو قاديشو دياتيق حذاثو بليشونو سريويو عام رعيو ديلان هذيرو مور بندكتوس يونون بيث حنو وخور إبسقوبو فارس بيث تمس فقودون. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وخنواتي خطواتي عزيزة بهذا يوم بريخة تقيل فيشا قمينا كثاوى قديشة بليشانا سريايا كاجبلي تيونيخو خاك ما تناي الآذى كثاوى وما قديل مهم بالنسبة دغدالا. ترجمة السريانية ترجمة البشيطة تعتبر من الترجمات القديمة جدا للكتاب المقدس، وهي مهمة لأنه ترجمت للشعب. الأشخاص اللي يقرون واللي يدرسون الكتاب المقدس يعرفون بأنه دائما أكو ترجمات تسمى بالترجمات العلمية، يعني بها الدقة الفائقة جدا في نقل هذه المعلومات ونقل هذه الآيات. ومثل ما نعرف كلنا بأن الكتاب المقدس الأساس العهد القديم كتب باللغة العبرية، وأيضا بينه بعض من المقاطع باللغة الآرامية، والعهد الجديد كتب باللغة اليونانية، وأيضا أكو بعض من الكلمات وليست مقاطع مكتوبة باللغة الآرامية. فبدأ الشعب بعدة ترجمات. الترجمة البشيطة هي ليست الترجمة الوحيدة للكتاب المقدس باللغة السريانية، أكو قبلها ترجمات واللي دائما الشمامسة والكهنة يعرفوها، اللي هي الديا تسترون اللي هو الإنجيل المجمع. ولكن هذه الترجمة ما كانت كثير مقبولة لأنه بها بعض من الإشكاليات. لذا في مدرسة الرهى شافوا أهمية أنه لازم يكون للشعب كتاب يقرأ بينه الكتاب المقدس، يقرأه ويفهمه بلغة بسيطة. لذا اجت هذه الترجمة اللي هي ترجمة البشيطة، ومن اسمها باللغة السريانية بشيطو معناها البسيطة. فهي هذه الترجمة اليوم هي ترجمة الشعب. الترجمة معناها أنه هي لازم كل الشعب يقرأ، واللي هي موجهة إلى الشعب المؤمن البسيط، بإمكانه أن يقرأها ويفهمها، ما بها أي صعوبة بالكلمات. كلمات مالتها كثير مفهومة، كلمات مالتها أيضا كثير سهلة وكثير بسيطة. لذا هي مهمة جدا. غالبية الآباء بدأوا باستخدامها وفي إدخالها إلى الليتورجيا، حتى الشعب لما يسمع هذا النص الإنجيلي سواء كان من العهد القديم من التوراة وغيرها أو سواء كان من العهد الجديد راح يفهم هذه النصوص مباشرة. فهي خطوة جبارة قاموا بها آبانا منذ أكثر من 1500 سنة. هذا يدل على أشقة أنه كانت الكنيسة قريبة من الشعب، وأيضا تسعى إلى أن توصل له الحقيقة وتخليه يفهم الكتاب المقدس اللي هو دستور حياة لكل واحد من عندنا. اليوم نحن في سنة 2025 وكي نشوف هذه المبادرة الجيدة وهذه المبادرة الرائعة أنه يعاد طباع هذه الترجمة
بالرغم من أنه اليوم أكو ترجمات كثيرة، أكو ترجمات باللغة العربية، تقريبا الكتاب المقدس صار مترجم إلى أكثر من 100 لغة و1000 لهجة. واليوم لما نشوف بأنه أكو أشخاص يسعون إلى إحياء هذه الترجمة مرة ثانية وجعلها في كتاب واحد، كتاب أنيق، ترجمة كتابة واضحة، طباعة واضحة جدا. هذا الشيء أنه يفرحنا كثير، لأنه نحن كي نحيي ترجمة قديمة جدا وفي نفس الوقت ترجمة تنتمي لنا، تنتمي لواقعنا، تنتمي لكنيستنا السريانية بشقيها الكاثوليكي والأرثوذكسي. يعني هذه الترجمة ما بس تحمل أنه هي كلمة الله، طبعا هذا الشيء هو الأساسي، ولكن هذه الترجمة هي أيضا جزء من تاريخنا الإيماني، من تاريخ الآباء ومن تاريخ الأجداد. يعني أنا لما أشوف هذا الكتاب المقدس ما بين إيدي أفرح بأنه هذا الكتاب اللي قام بهذا العمل هو آبائنا وأجدادنا اللي ينتمون لنا، اللي نحن ننتمي أيضا لهم. فصار له الكتاب المقدس اللي موجود بين يدينا الترجمة البشيطة بعد تاريخي، بعد إيماني، بعد حضاري أيضا يدل على حضارة السريانية واللغة السريانية، أش قد كانت مهمة، وأش قد كان لها دور، وأش قد كان هذا الشعب متجذر في هذه الأرض الطيبة والطاهرة، أش قد كان هذا الشعب أيضا مكافح، وأيضا في نفس الوقت أيضا يدل أنه أش قد كان هذا الشعب ملم بالعلم والثقافة ومعرفة اللغات. لأنه مثل ما تعرفون اليوم إذا نحن نريد نترجم نص من لغة إلى لغة لازم نحن نعرف اللغتين ونعرفهم بصورة جيدة جدا. يعني ما يكفي اليوم أنه أنا أعرف فقط اللغة السريانية حتى أترجم، اللغة الثانية اللي راح أترجمه شنو هي؟ لازم أيضا أعرفها. ومن ذاك الزمان بأنه الشعب كان يعرف أكثر من لغة. فيا أحبائي شوفوا أش قد كان الثقافة السريانية ثقافة قوية، شوفوا أش قد كانوا الآباء السريان أقوياء، كانوا يعرفون أكثر من لغة وكانوا يجيدوها وكانوا يتقنوها بشيء واضح جدا. إضافة إلى ذلك أنه نشوف بأنه وجود هذه الترجمة واللي هي تعتبر من أوائل الترجمات اللي صارت، أش قد كان الشعب السرياني شعب مؤمن ومهتم بالمعرفة الكتابية، مهتم بأنه يعرف كتابهم المقدس أش يحكيه. فالترجمة السريانية البشطة اللي هي من الأوائل الترجمات مع ترجمة الفولغاتا اللاتينية اللي هي أيضا مع الترجمات الأساسية والترجمات المهمة. فهذا يعطينا دعم، يعطينا قوة، يعطينا إصرار في الحفاظ على لغتنا وفي الحفاظ على تراثنا الديني وتراثنا الإيماني. كديتو أخني لشانا سريايا يعني أرامي أو أقوى لشانة ديوة بالشرق الأوسط ديوة حاليا دي إنجليزي ديوة دي المسيطرة العالم كله لشانة سريايا أو لشانة كل من ديوة يعني أو أساسي تجارة بين كل الشعوب. أخني بشلن بين الشرق والغرب، أخني مترجم لنا عربي اللاتيني واللاتيني العربي أو هاثن أجدادا وذومن دي باثر مد سمخلة باثر 1500 سنة سمخلة كما سمخيلة لشانة سريايا تقريبا 35,000 كلمة إيثولة ده إيث اللغات لثلة تقريبا 30,000 كلمة لشانا أوقد عطيرة زنجيني له قاود يعني بس أخني مع الأسف صعوبة اضطهادات قتل ثيلبريشن هالقديم يومه يعني تقريبا أني 1500 سنة لا قريبا مطورخ لشانا بشلن مطور لشانه خنه وبشل لشانه بصفحه. بس مع هذا أخني إثلن أو هاثن أني جوقة محكلة يعني المرفرم سرياني أو أول تراتيل أو محكلة بلشانة سريايا أو مرفرم سرياني عظيمي يعني بتاريخ سريان دكتور ربثة إثلن قديش إلي إثلن مور يعقوب دسروخ إثلن
جامعة تقن شرين إثلاندن صيبين يعني كل بلشانة سريايا دبشيطة اديم سيدنا المحكيل يعني ديو بسيط يعني كل ناس تفاهم له بو بتلشانة أو ديو يعني دروس أول جامعات بالعالم أخني هولن ده عالم كله بس حاليا مع الأسف أخني مطيلة المرحلة حتى لشانا كثاوي ديا بلشانا لك هذا قارخي يعني بس ظروف سيلبريشن طبعا أخني كسوريا بصورة عامة من هذا أخني إثو يوم أخا باثر سقوط شمالي مرة ناشط قارئ لشانة سريايا كحاطم يالي مدارس صراحة أي تناثى لقنا شنا أبد أول لشانة أو كل من دياني دلاش دلاوي لشانة دلاوي أرى دلاوي مردوثة دلاوي أخني كنيسة هر أما نيلة غالبا أنا مخ بسرة وقرمة وبخذاذي شعب وكنيسة خيوخ لشانا وكنيسة أخني كلن بخذاذي يعني مرة هذا خنا مؤثرة اللي حيلة ف مهم من ديثو بلبي ثللي فرصة هذا لب بغربي بس أخني طبع لن أول طبعات بشرقي أو ليوا حاضر إثو تعديلات بقاوية خانوا على مدوذيلة مخت سيدنا الملا اختيرا حالة فكموذيلة وذلن دا كنيسة الشرقية الآشورية يعني طبع لن دخدالي بلهجة أين تفهميلا ودا كنيسة الكلدانية يعني هما يطبع لن دخدالها بلهجة أين كبي بين ألقش وتلكيف فأخني اهتماما ومن دي تكبخ يعني أول شانا عايش معي شغلة بين يالا معي شغلة بقاود كنايس ديان وأنا طلبن دائما مزيد بقاود اتواثي لشانا سريايا بش حيلة تاوي صلواثا تاوي بسرياني أو يعني سب أخني صلواثا متكم صالخة أنا متكمر أبن بشماية بسرياني شكلي لا وتكمرنا بعربي أو بغير لشانا غير شكلي لا لشاني دمي لا أنا لشاني مخت أن كلها محترمي أمي أنا هم محترم أمي لشاني كلنا أنا لك كل لشاني أنا دخدالي قدشنا علىها كم خالقي بس لشاني أنا سورايون وبيشن سوراي وبلشاني سريايا قم حاكن ونطقن وقم صرخن كل من دي طلبنا بو لشانك طلبنا من آلها من ناشي من حقوق دي كلها بو لشانك كمان طلبنا بيا أرم قدش دي لشان أنت أخا